السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء الفل على أحلى وأجمل مشتركين ومشاهدين القناة. النهاردة هنتفرجوا على حتة بندقة اللبلة الإشربوندو وكلامنا عن اللبلة الإشربوندو والصح. الحمد لله ربنا كرمنا وبنجتهد إن احنا نرجع الحمام لأصوله، وده توفيق من عند ربنا. ففرخت زغلول إشربوندو ده إهداء لكل مشاهدين ومشتركين القناة. قبل إشربوندو زي ما الكتاب بيقول، سبحان الله، الواحد بيتمنى وربنا بيحقق له أمنيته. فرخت زغلول قبل إشربوندو بيفكرني سنة 79-80 اشتريت زغلولين بول قشر بنادق من الحاج محمود عشماوي الله يرحمه. كان الزغلولين ب5 جنيه، كان فيهم واحد شبه ده بالظبط قبل إشربوندو اهو زي ما حضراتكم كده شايفين. في شلحة عين كويسة وفونه رقيقة. شلحة العين بص واصلة لحد سقف الدماغ، وفون رقيقة على راق واحد. درب العين بتاعه زيتي، والإطار الخارجي واخد من لون الجدر. الإشربوندو عظمه لازم يبقى شبعان ومليان، وكانوا بيقولوا عظم الجمل. عظم الجمل عشان مش بيبقى جايب برفع، بيبقى جاي محمل زي ما حضراتكم كده شايفين. اللبلة الإشربوندو يعتبر أطول رقبة في البول، وعشان كده بيعتبر أطول خدود. الخد بتاعه طويل جدا زي ما احنا شايفين. اللبلة الإشربوندو اللي خده بيبقى مشعلق شوية وقصير، واخد شكل اللبلة الأخضر ده، داخله قبل أخضر. الإشربوندو الصح لازم خدوده طويلة وكوبية مفيهاش أي نقلات أو أي تدريج لون. خدود بتبقى كوبية لون واحد من أول الخد لآخره مسلة. عظمه بيبقى شاكح. لون بتاعه لون الإشربوندو بالظبط، ما بيبقاش جاي على رمادي، بيبقى محني. يعني ايه محني؟ يعني يبقى محمر. لون الكتاف بتاعت اللبلة الإشربوندو لون البندق بالظبط. البندق لونه بني محمر، لازم اللبلة الإشربوندو يبقى نفس اللون. عشان كده سموه قبل إشربوندو، الاسم على مسمى. يبقى لازم لون الإشربوندو. في بندق لونه رمادي طبعا لا، في بندق لونه فاتح مفيش. لازم التقريشة تبقى باينة. فرد حمام كل جسمه أبيض بكتافات مقرشة بني غامق. خدود بتبقى كوبية، خد طويل، فرد مورق، ما يبقاش فيه زفارة من تحت ولا في الديل. ممكن يجي بقرش بصمة، مفهوش أي تخويص في الجناحات. الجناحات أهي نضيفة مفيهاش تخويص. فأنا قلت أشارككم معايا الحدث الجميل اللي ربنا من علينا بيه. سبحان الله، على حسن نواياكم ترزقون. اشتغلنا في الحمام بتاع السلكات بس على قديم، قبل الإشربوندو على قديم. الأبلق بيبقى فيه استطالة وشه ليه؟ سحنة طبعا مورق، مفهوش صندوق ساقط، رجليه صغيرة. زغلول الحمد لله ليه مستقبل، زغلول كويس. النهارده بنشوف بول قشر بنادق دماغها مدورة زي الصوافة، ودي داخلها الصوافة بس بيبدأوا يكرروا فيها. احنا الحمد لله بنرجع الحاجة لأصولها. نشتغل على الحمام ان احنا نرجعه لأصوله. ناخد الحاجات اللي بتطلع زي دي وارجع اثبتها واجيب الإشربوندو الاصلي، الإشربوندو على بوته.
ربنا بيكرمنا، فما ما بنحرمكمش من حاجة ان انا اطلع واوري كرم ربنا علينا واحنا فراخ نايم. ده اهداء لكل السادة المشاهدين ومشتركين حبايبي مشاهدين قناة ابطال حمام النهر. ربنا يبارك لكم وما يحرمنيش منكم. ان شاء الله اللي جاي احسن. هنتفرجوا على زغاليل بلق في حميات كويسة، زغاليل صوافة، ان كان صوافة تكوين او اتواب. بدأنا نشتغل في الحاجات اللي برقبة، حاجات جديدة. لازم الغاوي يطور نفسه. الغاوي في اي مكان في اي زمان لازم يبقى قد المسؤولية. تعرف التقليب الصح بتاع فرد الحمام، تشتغل عليه، ترجع الأصول، ترجع المواصفات القياسية بتاعت كل فرد حمام. فإن شاء الله بنحاول ونجتهد ونكونوا عند حسن ظن حضراتكم إن إحنا نعمل حاجة كويسة وحاجة ترجع تاني لأصولها ومواصفاتها القياسية في كل نوع من أنواع الحمام. أشكركم على حسن استماعكم ومشاهدتكم للفيديو وتشجيعكم ليا وللقناة، وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله. شكرا ليكم وشكرا لحسن مشاهدتكم واستماعكم.